عمرك سألت نفسك إزاي كاوتش الطيارة الصغير ده بيقدر يشيل مئات الأطنان وقت الهبوط من غير ما ينفجر؟ الموضوع مش مجرد كاوتش تخين وخلاص، الحكاية فيها هندسة مبهرة جدا. أولا الإطارات دي مش بتتملي هوا عادي وخلاص زي اللي في عربياتنا، دي بتتملي غاز نيتروجين، وده لسببين مهمين جدا. أولا إنه مش بيشتعل، والأهم إنه مش بيتأثر بالحرارة العالية الناتجة عن الاحتكاك الرهيب بالأرض. ثانيا ضغط الكاوتش بيوصل لدرجة 200 بي اس اي، يعني تقريبا 6 اضعاف ضغط كاوتش العربية العادية، والعلماء صمموه بحيث يتحمل سرعة بتعدي ال 250 كيلو متر في الساعة وهو شايل وزن برج كامل فوقه. الجميل بقى ان الكاوتش ده مش بيتغير كل يوم، ده ممكن يخدم لحد 500 عملية هبوط قبل ما يحتاج صيانة أو حتى يتغير. فلو كنت فاكر إن الكاوتش هو أضعف حتة في الطيارة، أحب أقولك إنه من أقوى القطع الهندسية اللي البشر صنعوها عشان رحلتك تنتهي بأمان.